بعد فوزه بفضية سباق 1500 متر، انتقد البطل الجزائري توفيق مخلوفي بشدة القائمين على شؤون الرياضة في الجزائر، مشيرا إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للرياضيين لتحقيق أفضل نتائج ممكنة. الحمد لله، أنا وفقني ربي وحققت هذه الميداليه واعطانا القوه، راضيين بها وان شاء الله الشعب الجزائري يكون فرحان. والانجاز هذا فقط تاع الميداليتين هذا ما حققتهم الان لحق الشعب الجزائري كله يفرح، كل المسلمين، كل العرب، الا المسؤولين عن الرياضه في الدوله الجزائريه. بعدما جعل الراية الجزائرية ترفرف عاليا في سماء لندن بإحرازه لميدالية ذهبية في أولمبياد 2012، ها هو البطل توفيق مخلوفي يعود بعد 4 سنوات ليحفظ مرة أخرى ماء وجه المشاركة الجزائرية في هذا الحدث الرياضي الكبير بإحرازه لميداليتين فضيتين هما الوحيدتان في رصيد الجزائر في أولمبياد ريو. ابن مدينة سقهراس المعروف بجديته في العمل وأخلاقه العالية أدخل الفرحة في قلوب الجزائريين، لكنه لم يكن سعيدا بالمعطيات العامة التي سبقت مشاركته في الأولمبياد، معبرا عن استيائه الشديد من المسؤولين المكلفين بالرياضة في الجزائر. خيبوا ظن الشعب الجزائري، خيبوا ظن الحكومة الجزائرية، لأنه كما قلت قدموا لهم مسؤولية وما قاموش بالواجب، تلاعبوا، خرقوا العراقيل، كأنهم قاعدين يلعبوا مع، قاعدين كيف نقول احنا ما همش قاعدين، يعني المبتغى تاعهم ما همش حابين يطوروا الرياضة الجزائرية ولا يصنعوا إنجازات ولا ينوضوا بالرياضة الجزائرية. مخلوفي الذي لقبوه بالمكافح والبطل خرج عن صمته مؤكدا أن تتويجه بالفضة في مناسبتين لن يغطي الإخفاق الجزائري في هذه الدورة، مرجعا ذلك لسوء التسيير من طرف بعض المسؤولين والذين لم يوفروا الإمكانيات اللازمة للتألق في هذا المحفل الكبير. شجاعة مخلوفي جعلته ينوب عن زملائه في الرياضات الأخرى ليكشف بعض الحقائق، آملا في الوقت ذاته بتغييرات كثيرة من أجل الظهور بشكل أفضل في مختلف تظاهرات الرياضيين.